احنا بنصلي في ليلة أبوكاليبسيس اللي هي سبت النور، بيسموها أبو غلمسيس. بنصلي وبنقول أورشليم السماوية بحجارة كريمة مبنية، أورشليم السماوية بنور إلهنا مضية، أورشليم السماوية بحماية الحمل محمية، ومخلصنا في وسطها يضع أكاليل على رؤوس الذين يحبونه. فترى كم إكليل ممكن ربنا يسوع هيضعها على رأس سيدنا البابا. إكليل البر، في شك ان سيدنا البابا شفنا فيه قلب بار، محب جدا جدا لربنا، محب جدا للإنسان، محب جدا للضعيف والفقير والمحتاج. كان بيقدم حب حقيقي وكامل ما يعملوش إلا إنسان عايش في بر المسيح. إكليل البتولية والرهبنة، سيدنا البابا راهب حتى النخاع، بسيط في أكله وشربه ولبسه ومسكنه، وإحنا طبعا عشرنا عن قرب. وكمان راهب محب للدير، يعني هو نزل غصب عنه لكن خد الدير معاه وهو نازل، وكان بيحتفظ بالدير في داخل قلبه. وبالفعل سيدنا البابا لما بقى بابا لينا كلنا لم يكف عن انه يروح الدير اكتر مدة ممكنة في الاسبوع رغم مهامه ومسؤولياته الكتيرة جدا. اكليل الرعاية، فنلاقيه راعي صالح واخد من المسيح رب المجد هذه الروح. رسم أسقفة، قسم أبروشيات، رسم كهنة، رسم شمامسة، عمل رعاية لكل فئات الشعب وكل الأعمار. فهو فعلا كان راعي صالح وخدمنا بأمانة لآخر لحظة. إكليل التعليم، سيدنا البابا كان معلم صالح برضه، يعني ما فيش مرة إلا ما سمعنا منه تعليم، سواء كان في المحاضرات أو في الكتب أو على التلفزيون والقنوات الفضائية أو في الصحافة أو حتى في المقالات العامة اللي كتبها في الجمهورية واللي كتبها في الأهرام أو في الأحاديث الصحفية. معلم في كل لحظة، تعاليم وصلت كل أنحاء العالم. سيدنا البابا منقذ نفوس بتعاليمه الجميلة ونبرته الهادية وعمقه وبساطة أسلوبه. تكليل العلم اللاهوتي، مش بس اللاهوتي، ده موسوعي، لأن فعلا سيدنا البابا بيتكلم في العلم اللاهوتي العقيدي والنظري والمقارن، ويتكلم في العقيدة وفي الطقس وفي التاريخ، ويتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الزراعة مش معقول متعدد النواحي في العلم بتاعه. ودرس طبعا مواد كتيرة جدا من هذه المواد في الإكليريكية وفي المعاهد اللاهوتية. إكليل خدمة الفقراء، ودي كانت في عمق أعماق قلب سيدنا البابا. كلكم عارفين إنه كان عامل لجنة البر، بس مش بس عاملها في مصر واسكندرية اللي هي يعني أبروشيته خاصة، لكن كل ولاده المطرنة والأسافة عملوا لجان بر في أبروشياتهم. كل كنايس القدس بقى فيها لجان بر لخدمة الفقراء. وكان دايما سيدنا البابا يقول لنا ما تنسوش متى 25 اللي عمل خدمات للمريض والجوعان هو اللي دخل الملكوت، واللي أهمل دول فقد الملكوت.
إكليل الفئات الخاصة، المعوقين ذهنيا وبدنيا والمكفوفين، أحبهم جدا، وجاب لهم كمبيوتر برايل وطلع لهم الكرازة بيه. والصم والبكم رسم لهم كهنة عشان يخشوا جوه الإطار الكنسي والعضوية في جسد المسيح في جسد الكنيسة. فكان مهتم جدا بالفئات الخاصة، اهتم جدا بتعليم الكبار، واهتم جدا بالمسنين، كل الفئات، اهتم بالمساجين وكل المحتاجين. إكليل الاحتمال، يعني محدش يتحمل زي سيدنا، تحمل إساءات وتحمل اضطهادات ومظالم وتحمل أن يعزل، اتحمل بقى آلام المرض بطريقة لا يتحملها بشر. يعني نقول سنوات من الاحتمال الذي لا يمكن أن يكون في طاقة بشر لولا مساندة إلهية. ابتسامته هي ابتسامته، شكر ربنا هو شكر ربنا. إكليل المراحل العمرية اللي اهتم بيها، احنا شفنا قد ايه كان بيحب الأطفال وكان بيديهم اهتمام خاص جدا. أي طفل يجي يفتح له حضنه فالولد يجري ويترمي في حضنه. كل مراحل العمر لقت رعاية من سيدنا البابا. كل الأنشطة، ما سابش نشاط ما خدش حقه. المسرح والتمثيل كترت جدا جدا، المسرح القبطي انتعش جدا في عهده. كمان سيدنا اهتم بالفن واهتم بالثقافة وبالأدب وبالشعر، اهتم بكل الأنشطة. إكليل الحوار المسكوني، محدش في عهده حصل علاقات مع الكنائس الأخرى قد سيدنا البابا. الروم الأرثوذكس وحوار لاهوتي، الكاثوليك وحوار لاهوتي، الأنجليكان، الأسقفيين، المشيخيين، الكنائس المصلحة reformed churches. فسيدنا البابا عمل علاقات مع كل الكنائس وكل رؤساء الكنائس في كل العالم، وكانوا كلهم بيحبوه ويجوا يزوروه. وأيضا مع الحوارات اللاهوتية مع كل الطوائف المسيحية من أجل الوحدة المسيحية المرتجاة اللي ممكن تحقق رغبة رب المجد يسوع، أريد أن يكون الجميع واحدا. إكليل العمل الوطني، سيدنا البابا كل مصر وكل العرب وكل العالم حسوا إنه إنسان بيعمل من أجل الوحدة الوطنية، إن مصر كلها تبقى عايشة نسيج واحد من المحبة والتآلف. وكان صمام الأمن زي ما بيقولوا عليه المسلمين قبل المسيحيين، وبالفعل كان له مواقف وطنية عظيمة، سواء في حكاية عدم زيارة القدس إلا مع المسلمين، أو في تشجيع جنودنا في كل الظروف بتاعتهم على الجبهة وغيره. كل مصر تتكلم على الكلمة بتاعته الشهيرة، إن مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا. إكليل الخلود، زي ما قال الكتاب، طوبى ليه بقى؟ يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. أعماله بتتبعه، وسيخلد التاريخ اسم سيدنا البابا وكل أعماله وكل جهوده وكل النهضة اللي عملها في الكنيسة باستمرار بأحرف من النور. وكمان سيخلد سيدنا البابا مع كل القديسين
كل الأبرار المكملين في الملكوت إلى أبد الآبدين، عملا بكلمة ربنا يسوع: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هو كان أمين لآخر لحظة، وعشان كده نال إكليل الحياة، إكليل الخلود. ربنا يقبل صلوات سيدنا البابا عننا. هو عايش معانا بروحه، بيرفرف حوالينا. أنا بحب إن هو معانا بروحه وبقلبه وبفكره وبقوته. قطعا دلوقتي صلواته ازدادت قوة، وهو ازداد حضورا وتألقا في حياتنا. والدليل على كده مصر كلها طلعت وراه تصرخ وفي نفس الوقت تودعه. سيدنا مش هنقول لك وحشتنا، لأنك انت معنا باستمرار، وإن شاء الله نلتقي جميعا، يا نروح لك يا انت المسيح يجيبك ويجي عشان نلتقي كلنا ويلتئم شمل الأسرة في ملكوت السماوات. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.